مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتم. مرحبا بكم معنا أو في برنامج همس الليل وأو في سهرة الأحد على موجات إذاعة شباب. عشاق السهر أكيد نستدعاوكم تكونوا موجودين وحاضرين معنا من 9 حتى نصف الليل، نسمعوكم كالعادة ونسمعوا حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالناس الكل، على ذمتكم 71 844 411 على موجات إذاعة شباب دائما تجمعنا. الموضوع اللي باش نحكيو فيه في الجزء الأول من برنامج همس الليل باش نحكيو على مسألة عاطفية، نحكيو على وضعية الفشل في العلاقات العاطفية. مع بعضنا نحاولوا أنه نتعرفوا على الأسباب اللي تخلي علاقة عاطفية تنجم تفشل وما يكونش النجاح هو مصيرها وهو نهايتها. للأسف الشديد برشا وجيعة أكيد تخلفها وبرشا ألم عند الناس اللي كانوا متحابين في وقت ما، ولكن يكون رصيدهم مجموعة كبيرة من الذكريات اللي يحملوها معهم. شكون يتأثر أكثر بفشل العلاقة العاطفية؟ هل إنه الرجل أو المرأة؟ شكون اللي أكثر؟ وأكيد نحاولوا إنه نحكيو ونتعرفوا على مجموعة من النصايح اللي من خلالها نجموا نتجاوزوا فشل علاقة عاطفية ونجموا نطويو صفحة ونفتحوا صفحات جديدة. إن شاء الله الحب يكون مليها. نتمنى لكم سهرة طيبة الناس الكل، وشكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب.